أنا أمضي لأعد لكم مكانا. يوحنا 14 آية 2. بعد 40 يوم من قيامة السيد المسيح ما سبناش وخلاص، لا ده صعد للسماء وهو بيرفع عينينا لفوق. الحدث دوت مش بس نهاية المرحلة على الأرض، لكن دي بداية رحلة جديدة لكنيستنا. ازيك يا مستر أرسطو الحمد لله. عايزين نسألك شوية أسئلة. ليه السيد المسيح صعد بعد 40 يوم؟ وليه الحدث دوت بنسبة نحتفل بيه لحد النهارده في الكنيسة؟ الحقيقة دروس الأيام دي يعني بنعيش أفراح جميلة قوي، وهي ال50 أفراح ال50 وكده، والكنيسة بتحتفل النهارده بعيد حلو قوي، عيد بيسموه مجد الأعياد وشرفها، هو عيد الصعود. هو اللي حصل إن السيد المسيح هو التلاميذ ومع التلاميذ كان بيكلمهم في أمور كتيرة هقول لك عليها، وهو بيكلمهم وعدهم بوعود، وفجأة ارتفع عنهم للسماء، وهم قعدوا كده يقول لك الكتاب المقدس هم كانوا بيشخصون يعني بيشخصون للسماء، باصين للسماء، وفجأة خدته طلع على السحاب وطلع السماء. ده الكنيسة تحتفل بيسموها عيد الصعود، وهو عيد سيدي كبير، لأن هو كان من الأعياد المعجزات الخاصة بالسيد المسيح، بس مش خاصة مش بأشخاص، فهو خاص بالسيد المسيح، ومش زي وصعوده للسماء مش زي يعني يقول لك في ايليا طلع السماء، بس ايليا لو نفتكر بيقول في الكتاب المقدس في الملوك يقول لك ايه، واخذته ايه سحابه، واخنوخ يعني اخذوا الله في تكوين، سفر التكوين اخذوا الله. فصعود السيد المسيح كان صعود معجزه خاصه بيه هو، كان بيوعدهم بحاجات كتير، وهو بيوعدهم خدته ايه السحابه، وظهر ملاكين وقال لهم انتوا واقفين كده ليه، زي ما صعد زي ما ايه ما هيرجع تاني. فده بالحقيقه ده العيد كده، او المظهر ده او المنظر ده لسه بنسميه عيد ايه الصعود. تمام. وفي حاجه مهمه جدا برضه حابب اقول لك عليها، ان في عيد الصعود الناس تقول لك يا ده صعد، ده تحدى الجاذبيه الارضيه. الحقيقه هو ما كانش بيتحقق ده الجاذبيه الارضيه، لان بقيامه رب المجد هو خد جسد ممجد. جسد الممجد دوت هو اللي خلاه يطلع من القبر في حجر، هو اللي خلاه يدخل التلاميذ، هو اللي خلاه يصعد للسماء، فمش جسد زينا كده، جسد اسمه جسد ممجد. وده يعني وعدنا بيه الرب ان احنا هناخده برضه جسد ممجد، جسد روحاني. دي جاذبيه، هو الجاذبيه الارضيه او الكون لما ربنا عمل الارض وكده ما عملهاش عشان هو اللي يخضع لها، الطبيعه اللي تخضع لها، احنا نخضع لها، لكن هو لا، مش هيخضع للجاذبيه الارضيه. تمام. فهو خد جسد ممجد وارتفع بجسد ممجد ودخل السماء بجسد ممجد. فده مش ضد قوانين الجاذبيه الارضيه، لان هو مش خاضع للجاذبيه الارضيه. وفي حاجه ثانيه مهمه جدا لازم برضو نعرفها في صعود رب المجد، هو صعد جسديا، يعني ما تحداش الجاذبيه، هي مش معجزه وكل حاجه، بس صعد جاذبيا. حتى في قبلنا في القداس يقول ايه، وفي صعودك الى السماء جسديا. طب جسديا مش اللاهوت؟ لا، هو اللاهوت ما بيصعدش ما بينزلش، اللاهوت موجود في كل مكان، موجود في السماء، موجود في الارض، موجود ما بين السماء والارض، فهو غير محدود. هو صعد بالجسد المتحد باللاهوت، يعني يبقى كده في صعود رب المجد للسماء خد جسد ممجد، صعد جسديا المتحد باللاهوت، ان اللاهوت ما بينزلش ويطلع، وغير محدود طبعا اللاهوت. فهو مهم جدا ان احنا نعرف ان هو صعد الى السماء جسديا، صعد بقوره لينا، زي ما هو قام من الموت بقوره الرقيقين، برضه صعد الى السماء ودخل بقوره لينا، ووعدنا ان احنا نخش ايه السماء. طب برضه عايزين نعرف ليه يا مستر ايميل بعد 40 يوم بالخصوص صعد السيد المسيح؟ بص، بعد 40 يوم ليه، لو نرجع بالذاكره ورا شويه حصل ايه؟ الصلب، وبعد الصلب طبعا الدفن، وبعد كده القيامه بعد ايه 3 ايام زي ما كلنا عارفين. القصه دي خلت التلاميذ اتفرقوا، فهو كان لازم يجمع التلاميذ تاني، وبعد ما يجمع التلاميذ هيقعد يكلمهم في امور تخص السماء
ويرفع قلوبهم للسماء، يكلمهم كتير عن ملكوت السماوات. وكمان دي نعتبرها فترة تدريب لتدريب الخدام، يعني بيدربهم اللي هم يعني هيطلب منهم ان هم يروحوا يكرزوا بعد كده، هنعرف مع بعض هم يروحوا يكرزوا. فدي يعتبر فترة إعداد خدمة، وفترة اللي هم يعني يكلمهم كتير عن ملكوت السماوات ويرفع قلوبهم للسماء، زي ما أبونا في القداس يقول لك أين قلوبكم؟ فالشعب يرد عليه يقول هي عند الرب. هو بيدربهم، وكمان لازم يفتمهم في نفس الوقت، يفتمهم اللي هو خلاص مش هيقعد معاه على الأرض فترة كبيرة، هي فترة هيدربهم فيها، وبعد كده بقى كل واحد هيروح يكرز. بس ده برضه نخلي بالنا ان ده مش تخلي عنهم او تخلي عن الكنيسه. لا، هو قال لنا وعدنا اللي هو انا معكم جميع الايام، وقال كمان من اجتمع 2 أو 3 باسمي فانا هكون معاهم، بس هيكون معانا بصفه او بحاجه مش منظوره، بطوبى من امن ولم يرى. فخلاص هو فترة الفطام وفترة ده كانت فترة محتاجة 40 يوم يتدربهم وازاي يخليهم يكرزوا للعالم كله. طب ليه كمان الحدث مهم لنا لحد اليوم في الكنيسة؟ هقول لك الكورس. الحدث مهم جدا النهارده في الكنيسة ليه؟ لأن هو سيد المسيح لما قلت لك اللي هو قام خد جسد ممجد، وصعد جسد جسد ممجد، ووعدنا ان احنا هناخد نفس الجسد ده في القيامة، هناخد جسد ممجد، وقال انا لو ارتفعت هجذب الي الجميع. فبعد ما نقوم هنعيش معاه فين؟ في السماء. فهو قام بكورة الراقدين وصعد الى السماء كبكورة لينا، فبعد كده هنعيش معاه في السماء. كان نفسنا في الاول نعيش في جنة عدن، بنقول ابونا ادم طلب من جنة عدن، وجنة عدن موجودة فين؟ في الارض، والارض هتزول. لكن هو وعدنا دلوقتي بوعد اسمى من كده، اللي احنا نبقى معاه فوق فين؟ في اورشليم السماويه. فعشان كده الحدث مهم لينا لحد دلوقتي، اللي احنا منتظرين وعد الرب وواثقين في وعد الرب اللي احنا هنعيش معاه فوق. عايز اسالك كمان يا مستر، ايه اهميه عيد الصعود في كنيستنا؟ الحقيقه كروس ان من جمال كنيستنا ان عيد الصعود دي مكانه كبيره قوي، لان هو يقول لك مجد الاعياد وشرفها. عيد الصعود بعد ما تم عمليه الفداء، الصلب والقيامه، خلاص اكمل عمل الفداء كليا، بقى خلص التدابير كلها، فصعد لمكانه الاصلي. يعني احنا كنا في المرحله الاولى قبل ما يجي في الميلاد واخلى ذاته، ساب المجد وساب كل حاجه وتواضع ونزل وقبل الاهانات والصلب وقبل كل حاجه وقبل الموت. ده كله عشان خاطر يرجعنا للمكانه الاولى. في صعوده بالمجد رجع للمكانه بتاعت السيد المسيح له المجد، المكانه الاصليه اللي هو جلس عن يمين الاب. هو جلس عن يمين الاب، هو الاب ما فيش يمين ويسار وشمال والكلام ده، هو غير محدود، هو ملك كون. هو جلس عن يمينه، جلس يعني استقر في يمين الاب اللي هو القوه والمجد والعظمه. فيمين الاب يعني رجع لمكانه الاصلي. حتى نلاقي بعد كده بعد صعود رب المجد لما قابل بولس اللي هو شاول الترسوسي، شاول لماذا تضطهدني؟ شافه بمجد، شافه بنور جامد، شافوه كذا. ويوحنا الرائي شافوه في سفر الرؤيا بريق يلمع كالشمس. فده المجد، ده الاساس، دي انتهاء اخلاق الذات. دي برضو ده يعني من اهميه عيد الصعود. تاني حاجه هو وعدنا، قلت لك وعدنا بحاجتين. اول حاجه قال لك لازم اطلع عشان ابعت لكم روح القدس، الروح المعزي، روح القوه. يصعد عشان بص همثلها لك ازاي. ودخل قدس الاقداس ويعني الاب شافه ذبيحه او شافه كده، يعني خلاص هو تم الفداء، فاشتم رائحه السرور، فبعت الروح المعزي. الروح المعزي ده بقى اللي هيسند هيسند التلاميذ ويسندنا كلنا في العمل اللي هو وعد لكم انا هطلع وابعت لكم الروح المعزي. ده اول وعد لينا. تاني وعد قال لك روح اكرزوا، قال للتلاميذ انتوا هتروحوا تكرزوا باسمي. تمام، يبقى كده اول حاجه قالوا له الروح القدس. لو ما صعدش سيد المسيح ما كانش هيبعت الروح القدس.
كانش يبقى فيه ايه؟ روح المعزي. وتاني حاجه قال لهم انتوا ايه؟ ولما ناخد الروح القدس نروح نكرز ايه؟ في جميع الامم. فدي اهميه عيد الصعود للكنيسه. عايزين نسأل حضرتك كمان سؤال، ايه هي التدريبات اللي ممكن نمشي عليها في عيد الصعود؟ بص في عيد الصعود لو نرجع برضه بالحدث، هو كان واقف مع التلاميذ بيكلمهم وبيوعدهم بان انا هطلع وابعت لكم الروح المعزي. فصعد الى ايه؟ الى السماء، وكان بيكلمهم على ملكوت السماوات. في اخر حاجه صعد الى ايه؟ السماء. فلما صعد احنا بصينا، اقول لك شخص يعني التلاميذ شاخصين الى ايه؟ السماء، فخلى التلاميذ كلها تبص للسماء. فده يعلمنا ان احنا نخلي برضه فكرنا للسماء، ويخلي كل عواطفنا في السماء. ويقول لك حيث يكون كنزك يكون ايه؟ قلبك. فكنزنا دايما يكون في السماء. فاحنا دايما منتظرين وعود الرب، لان هو قال لنا انا هاخدكم معايا للسماء، فنبص على طول في السماء. دي اول حاجه نتعلمها من عيد الصعود، ان احنا دايما نبقى باصين على السماء. تاني حاجه في الصعود بيخلينا احنا برضه نصعد، ننمو في كل حاجه في الحياه الروحيه. بننمو في صلواتنا، بننمو في الحياه الروحيه كلها. فنصعد مع السيد المسيح للسماء. تالت حاجه يدينا الرجاء ان بعد الالام وبعد الصلب وبعد الموت في ايه؟ في مجد قيامه ومجد الصعود. ان احنا بعد ما اي دقيقه لا في فرح. سيد المسيح ده المجد اتصلب واتهان ومات، بس بعد كده ايه؟ قام، وبعد كده ايه؟ صعد. فاحنا برضو اي مشكله في حياتنا واثقين ان ربنا ايه؟ هيعديها وهيفرحنا معاه. تاني حاجه يعلمنا الصبر بوعد ربنا. ربنا قال ايه؟ انا معاكم على الارض ومعاكم، وهتكونوا انتم معايا في السماء. يعني لما صعد قلت لك اللي هو ما تخلاش عن التلاميذ، قال انا معكم جميع الايه؟ كل الايام، ومن اجتمع 2 باسمي او 3 هكون في وسطهم. يعني هو معانا دلوقتي على الارض. برضه صابرين بوعوده، لان ايه؟ قال ايه؟ حين ارتفع هجذب لي، حين اصعد هجذب لي ايه؟ الجميع. فاحنا برضه مستنيين الرجاء اللي احنا نعيش معاه في السماء، ورجاء بفرح. يقولوا ايه؟ يكونوا فرحين بالايه؟ بالرب. في نهاية حلقتنا نحب نشكر مستر إيميل. شكرا مستر إيميل. العفو، كده تكون معانا ومعاكم. في عيد الصعود احنا مش بنودع السيد المسيح، لكن احنا بنحتفل بصعوده للسماء، والمسيح سبقنا ليها علشان يجهزها لنا. خلي عينك مرفوعة لفوق. هنستناكم في الحلقة الجاية اللي هنتكلم فيها عن عيد حلول الروح القدس.